الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قيشتنا الصحيفة بستهشت قيشتنا بابتي دوام كيفية نزول القرآن. إما لبابتي يكم وحي ما خند تعريفي وحي ما خند لغة واصطلاحا وهو متعلق بوحي امرودين بابتي دوام خين نين كأيش كيفية نزول القرآن يعني كيفية نزول الوحي بتشوي قرآن دا بزيوا طبيعي امدو شوازي دا بزين زين من هي يعني هن زانن اللي رباسي دو شوازي كل هن زانن اللي سي شواز دا بزين قرآن من هي كرتان لا مبراك درس كما بمجملي اوي هن لزانن اللي دا بزين قرآن سي قناغي بخوي وبينيو قناغي كم بلوح المحفوظ قناغي دوم بو أسماني دنيا بو بيت العزة قناغي سيام خلال 26 صال حسب رداوة كان حسب أحداث كان حسب وقائع كان دا بزيبو بيغمبر محمد صلى الله عليه وسلم بهر حال بوي معلومات عنها بين وكلا كتابي شتر يعني ما مصاي شتر لسر أو رأيه بك سي دا بزيني هي قرآن من دا بزيني كم بو شوية ولوح المحفوظ دا بزيني دوم بو أسماني دنيا أم أسماني دنيا أو بيتي لم أسماني دنيا برامبر كعبة شي بيوتري چکاوی آسمانی حوتم بیت المعموری پیوتری بس أمي أم آسمانی خومان شي پیوتری بيت العزة أم قناغي دون قناغي سيم أو بك خلال 26 صال دا بزيبو پیغمبر صلى الله عليه وسلم بهر حال أم كتابي خومان باسي دو لو قناغانا أكاد باش نزل القرآن الكريم في شهر رمضان كما قال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وذلك في ليلة القدر قال تعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا أنزلناه في ليلة القدر باش إذن قرآن لا تشمانجي دابزي جملة بقشتي لمانجي رمضان لا تشوي لمانجي رمضان نشوي ليلة القدر باش دين أخوار والله أن للقرآن الكريم تنزلان نزول جملي ونزول مفرق وإليك توضيحهما خد بدنا بنيا ما احتمال وقت تعريف بيته واحتمال لفراغات بيته مثلا الامتحان من هين مولن قالين أن للقرآن الكريم تنزلان يا نزولان فراغ وفراغ تشينوسي نزول جملي يعني جملة يعني بقشتي بيك جاري يك باكج يعني دابزي نزول مفرق ببشبشي نزول مفرق يعني شيء ببشبشي جروا السي آيات بينج آيات جروا السورتك تجيشتن إذا نسى القرآن شن ببين كتابه بيشن دابزين هي دوان تيوشي نزول جملي ونزول مفرق يكمين عن صحيفي بستنو النزول الجملي قال دل تفسير ابن عباس رضي الله عنهما لقوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر في الأثر السابق أن القرآن نزل إلى السماء الدنيا جملة واحدة في ليلة القدر وهو خبر غيبي صحيح عن ابن عباس إما بلغمان شيء كقرآن دابزي وبو أم أسماني خمان وبيت العزة أو أثري ابن عباس أو أثري ابن عباس وعليه باشا علماء شيفر من الله إنما مسألة غيبية ابن عباس مقيد بالنالي بيغمبر صلى الله عليه وسلم وعليه وحديث شيء لسرنية أم أثرين ابن عباس أم بلغي ابن عباس إليه زانيان وتيان صحيحة وأما حكمي مرفوع هي يعني أمام واتا كالين حكمي مرفوع هي واتا ابن عباس لشي ويورقرتوا لبيغمبر صلى الله عليه وسلم بو لبروي أمام مسألة غيبية أوهين أوانية كسيك ابن عباس أو غيري ابن عباس لخوي باسي ليبكا مسألة غيبية باس لشتي غيبية أكا نهيني أكا لابد إنه ابن عباس لشي ويورقرت به لبيغمبر صلى الله عليه وسلم بوي علماء فرمن له حكم الرفع يعني شي حكم الرفع معناه إيه دبي إلا لبيغمبر وورقرت به صلى الله عليه وسلم ويقول لا يقال بالرأي ولا يدرك إلا بالخبر
مشتێک نییە کابرایەک بە عەقڵ خۆی فکری لێ بکاتەوە بڵێ والله من بە قەنەعەت گەیشتمە ئەمە نە ومسألەیەک نییە بەڕێی إلا أما بأثر ثابت بو يعني الرقي وحي ولا يدرك إلا بالخبر أي بالوحي بنص النباني فله حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وليس له مخالف من الصحابة الصحابة كش دجايتي يعني نقولي لقصكي ابن عباس نكرت ولا يحتمل أن يكون من مرويات بني إسرائيل وأما ناشي وناكر يبلين أما لباش ما وقص كان بنو إسرائيل ومان ماوتوا شكا هني الروايات يعني هي وايا باز لشتي سير غريبا أما ناكر يقصي أوانج به لأنه خبر إسلامي بو أما ناكشي وناكر خبري شي عيب بني إسرائيل أما بيندي بالقرآن وأواني معلومات إلى القرآن نهزان القرآن دوهي أوان دابزي ولا سردمي بيغمر صلى الله عليه وسلم بوم لا القرآن دابزي مشتيقني أوان علمي كان ليها به أما تايبت من دبشيوه بإسلامه أمر داوي دابزيني قرآن تايبت من دبشيوه بويا بنو إسرائيل رواية يعني بلي أنور ناقرين قال لنا ما تايبت من دبئيمه تايبت من دبشيوه بإسلامه بويا عليه شيء لأنه خبر إسلامي لذا فإنه يقبل ويحتج به بويا أم أثري ابن عباس قبول كراوة وأطوانين وقبل جيك حسابي كين وهذا النزول متعلق بأهل السماء الدنيا أم دابزين إلى قبل شوية بأهل آسماني أم دنيا إذ ليس فيه أحكام أو أثر يتعلق بأهل الأرض ولا ينبغي السؤال عن كيفيته وأحواله لأنه من الغيبيات والمتشابه الكلي الذي لا يعلمه إلا الله ولا ينبغي السؤال عن كيفيته مشتيشي غيبية بو إيماناشي وناكر بلين جون وايا أدب وايا إسلامتيشي راستقينة وايا لقل غيبيات لقل أو كاراني كنهينين ليمان شاردراوتو إما بلين شي أحسنت وقت صحابة سمعنا وأطعنا بواي بيتوا أما وقت ملحد كان بيتا لا سي أوان بكيتو أن تقليدي أم بكيتو بلي أي بو فلان الشتشون أي بو خو أوي بيمان نشان ندا أي بو أو لمان شاردراوتو أمشتانا أما أخلاق الروشتي مسلماني راستقينانية أو إخوالتي شاردوتو النبي سؤالي كيفية دي ما كبراك أجينا توشي تي دي توشي قمراي وإلحاد دي باش لكنه يمكن القول أن الحكمة من هذا النزول ما الحكمة من هذا النزول من نزول القرآن إلى السماء الدنيا مقيد بن بس دو حكمة من هي لنزول يسأل نفسي السؤال لو دي تكرار بيته أوان الحكمة من نزول القرآن مفرقا أما بنص السؤال الحكمة من نزول القرآن جملة سؤال الحكمة من نزول القرآن جملة يقول باخ لشوينك هلا بان خويا وبطالعيه 2 سنتيمه ناتواني شوار كلمه من استاذ جوابك كتبوها لي لبان كلمه بنس جواب هو بيان شرف هذه الامه وفضلها دوزيتوا سؤالك لبان او بنسا بنس جيم لبان هو جيم يعني جوابي أو تعليله قبل امتحان كم سؤالك هروا التعليله ولا بين خد داينا حزك يبونو سامدية ولا امتحان بيه إنه بيرشم وتانهين مو سطان ما زور زلاي من سؤال كان كشف مهم أويك توبوم دركي ويخندو توتيجيش توتا ماشا شو كمان لكلية وما مصايب ما خوش وعيس أسئلة كان كشفوا وايد تلواكل بخينيا تلوه بذوق وشوق واخر نكتو كتابي كامل خينينا ماشي سؤالك مان شيء سؤالك مان تعليله بين تعليل تامد يجي جامع ماشي هو بيان شرف هذه الأمة وفضلها وبوي درب بو ما ندر بكيك أم أمتي محمد صلى الله عليه وسلم تشني خوان بلو بايو وشرفه ماشي بوي قرآن أو ها بجملة دا بزيو أسماني دنيا مو أهل أسمان شيء يعني أما شيء مقيد بن بويا لبانة ومتعلق بأهل السماء يعني شيء أما أقدار كردنوي كبوي شيء بو أهل أسمان أقدار كردنوي كبوي شيء بو أهل أسمان لشي أقدار يعني كده خواي پروردگار لوي أو قرآن بقشتي دا بزيو شو بوجشون الأسمان دنيا بوشو إخبوي شو لشو أسمان بو بيت العزة
بيت العزة لأسماء الدنيا براكان كسيبيتي لچو بو چو دابزي لأسماء الدنيا بو بيت العزة حكمة لو داتي أهل أسماني اللي أقدار كرايوا همو أهل أسماني اللي أقدار كرايوا شون برا يعني أهل أسمان چين ملائكة كان أهل أقدار كرايوا أما قرآن بقشتي دابزا لچو هالجيرا يلا كاكا بولا قلبنين بريزك دابزي للوح المحفوظ وابو أسماني دنيا لچو هالجيرا لبيت العزة همو أهل أسماني اللي أقدار كرايوا بو حتى همو أهل آسمان بزانن شرف و بلوپای أمتي محمد چنيا قوريا تيجيشن يعني تينجيشت ناتوانا هنا قصي بلينو يلا عيسى بوم بليو يلا وشي مو بوم بليو عبد العزة لشوية أو هانا بل لوح المحفوظ ودا بزيبو آسماني دنيا هل جيران لشوية آسماني دنيا لبيت العزة وهمو أهل آسماني لأقدار كراية ولا ملائكة كان بو حكمن شي أهل آسماني لأقدار كراية بو همو ينبزان بلوپايا وشرف مندي أمتي محمد صلى الله عليه وسلم چنيكا بنزول القرآن بهذه الصفة إضافة إلى نزوله مفرقا دون غيره من الكتب كما إن فيه تفخيما لأمره وأمر من أنزل إليه بإعلام أهل السماوات بنزول آخر الكتب على خاتم الرسول صلى الله عليه وسلم همو أهل آسماني لأقدار كرايوة كأما قرآن داب الزيوة بو آسماني دنيا وهلا جيري لبيت العزة بو أوي همو أهل آسمان بزانن شرفوا بلوپاي أمتي محمد يكمين صلى الله عليه وسلم شرفوا بلوپاي قرآن خوي شرفوا بلوپاي محمد صلى الله عليه وسلم خوي إذن شرفوا بلوپاي بو چن كس يعني بو چن بابت بو سي كس يعني بو سي بابت بو أمتي محمد صلى الله عليه وسلم بو پیغمبر خوي صلى الله عليه وسلم وهروها شرفوا بلوپاي بو شي بو قرآن بو خوي بحش خوش حالم تيجيشت بيتن وما سؤالك الامتحان أو سي سطر وقنا وخوتان لبريكن دو سطروني وبزانا چنك أما نزولي جملي واتا دابزيني قرآن بقشتي بين دابزيني قرآن ببشبشي بمفرقي بنجم نجم منجما يعني نجم يعني شي ببشبش باش النزول المفرق بدأ نزول القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء وهو في 40 من عمره وتتابع نزوله مفرقا على مدار 23 سنة هي مدة البعثة إلى أن توفي أو أن يكون نقصان والله أعلم إلى أن توفي وعمره 63 سنة إذن القرآن دابزي كاتب پیغمبر صلى الله عليه وسلم عمري چن يبو 3 سال خلال چن كوتاي هاد بچن سال كتمني جيشت 63 سال دابزيني قرآن كوتاي هاد 63 چلي ليدركا 23 باش وتقدم أن هذه الكيفية في النزول تميز بها القرآن عن الكتب السابقة إذن تايبت من ديكي قرآن لقل توراة وإنجيل أشياء أوان خواي پروردگار توراة وإنجيلي بقشتي دا قرد بو موسى توراتي بقشتي دا قرد بو موسى وإنجيل شي بقشتي دا قرد بو عيسى عليه السلام يعني يك بارشا بقشتي بلان قرآن واني براكان قرآن ببشبشي دا بزيوا أمش سؤال يترمانا علل الحكمة من نزول القرآن مفرقان كافر كان خواخوي رخني چامبو حسنا ما ينكر الرخنا وتيمبو قرآن بيك بارشا بو دابزه سبحان الله تيمبو قرآن يك بارشا دابزه سكان لشو باس كرا ولا سورة فرقان وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة هو جاري ورن إيماني بيبين نكرخني ليقرن بيخنا وآياته وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن يعني أما بو جي الرخنين كافر كانوا بو قرآن بيك بارشة بويدا نابزي بو أوها بش بويدا بزي إيه وقت أنشي إيه إيمان تامبينيا ورنجار إيماني بيبين تيجيش مراكم يعني بوي عليه حتى أم حادثي كافر كانش كفري أو سردمر چون الله سرنجاني راكيشا أوان شيئا زاني قرآن جاوازي هي لقل توراة وإنجيلا كاتي قرآن بو بش بشي دا أبزي بو بيك بارشة دا نابزي يعني بو بيك بارشة دا نابزي
سر پیغمبر محمد صلى الله عليه وسلم. حكمك أولا تثبيت فؤاد الرسول صلى الله عليه وسلم بسبب ما يلاقيه من عنة المشركين. أما بو وي هر جارێک ئاەتێک دابەزی بۆی ببێتە مای ئارامی و دڵنەوایی بۆ پێغەمبەر محەممەد صلى الله عليه وسلم. وەک چۆن توجار وهەیە لە ماڵەوە شەڕێکەکەی یان لەسەر کارەکەت ئەزیەت دەدەن یان جۆ لە وتارێکی کابرایشی ناخۆش بۆ قسە بە ئیسلامەکە مامۆسایەکت بینی ئاەتێکی بۆت خوێندەوە وەنیە یان دڵتی دایەوە بە ئاەتێ بە حەدیثێ چیت لێ دێ دڵت ئارام دێتەوە. پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم جواب بوو ئەو نەتیجەی کافرەکان کێشەیەکیان نایەوە لە گەرمەی ئەو کێشەی وەحی هات چەند ئاەتێکی بۆ دابەزی ئەبوو مایەی چی؟ مایەی ثەبات مایەی ئارامی مایەی دڵنەوەی بۆ پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم. بۆیە ئەوە تا یەکەم حکمت ئەوەیە تثبيت فؤاد الرسول صلى الله عليه وسلم بسبب ما يلاقيه من عنة المشركين. بەڵگەمان چییە؟ وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. أما بلغكيه لامتحان كحكمة كانوسي دبيت شيش بنوسي بلغكش بنوسي. دوامينيان تيسير حفظه وفهمه والعمل به على الصحابة. حتما تو اگر بزاني لفلانة مال يعني لفلانة بازار يعني لفلانة جنك يعني لفلانة شار فلان آيات دابزي بساي أو كاروا يعني بساي أو روشتوا يما لبيرت ناچه وقواني قرآن هم دابزي بيتو نزاينه شو دابزي بويا أما زياتر ماي أوبوك صحابة استعابي كان صحابة زياتر ليتيا بقن زياتر بويان آسان بيك لبريكن بويا خطوي دوام يعني حكمي دوام شيء تيسير حفظه وفهمه والعمل به على الصحابة وبالتالي تثبيته في نفوسهم لأنه لولا نزل جملة واحدة على أمة أمية لأنه لو نزل جملة واحدة على أمة أمية لا يقرأ غالبهم ولا يكتب لشق عليهم بوين قرسبوا فلا مو آسان تربو بش دابزي لفلانا شوين أو سيجوار آية دابزي وايا باشا. سيمينيا مواكبة الحوادث والمسائل التي تقع في عصر النبوة حيث ينزل الوحي بشأنها جوابا للسؤال أو علاجا لإشكال أو إرشادا لصواب وكمال أو توضيحا لقضية أو ردا لشبهة ونحو ذلك. قرآن دائما كداب زيوة حسب رداوة كان حسب أحداث كان يعني مسلمانان چيان بيويست بوايا أو ها شركي جارواها تربوي بو جارواها بو فيركاري بو جارواها بو باس مان کرد نام هاي دڵنەوایی بوو جارواها خبرێکە هەر جاری و بە پێی وەزعەکە پێویستی وەزعەکە بەشێ لەو قورئانە دابەزی ئەمە کاریگەری زیاتر بوو یان بە یەک پارچە هەمووی دابەزایە ئەمە کاریگەری زیاتر بوو مواکەبەتەن الحەوادث یعنی بە پێی ڕووداوەکان بە پێی پێویستی ڕوونکاری یان سەحابەیەک سوالێکی کرد پێویستی پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم پێویستی بە وەڵام بوو پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم نەیەزانی کە نەیەزانی چی دابەزی ئاەت دابەزی و چۆنەڵێ ئەو ئیشکالەی حەلە کرد یاخود ئەو وەڵامی بوو بۆ ئەو سوالەی کە ئەو سەحابەیە ئەی کرد. چوارەمینیان التدرج في التشريع وبيان الأحكام والحدود. حتما چۆنەڵێ وەک تدرج يعني شلون تدرج بڵێن يعني بە پایەکردنی دابەزینی ئەحکامەکان ونبو مثلا بۆ نمونە عرق بە چەند قۆناغ تحریم کرا سێیان چوار سێ کۆیلایەتی بە چەند قۆناغ تحریم کرا کۆیلایەتیش بە سێ قۆناغ بۆ نمونە ئەمەتان نەبیستووە کۆیلایەتی خەڵکی زۆر کۆیلەی هەبوو کۆیلەیان نەکرد و کۆیلەیان نەفرۆشت خەڵکی زۆر پارەیدا بۆ کۆیلە ئەگە ئیسلام بە یەک پارچەیان بە یەک قۆناغ حرامی بکردایە تۆزێ قورس بوو لەسەر سەحابە و هەروەها خەڵکیش چۆنەڵێ ئاسەواری کۆیلایەتی و ئەمایەوە و ئەوە نەبوو چۆن بڵێ ڕێز لە کۆیلە بگیرێ بەڵام یەکەم قۆناغ خوای پەروەردگار ڕێزی بۆ کۆیلەدانا کە ئەوە منع کرا پێی بڵێ عەبدی و ئەمەتی پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم دیتر کەس نەڵێ کۆیلەکە یان کەنیزەک نا دەبێ پێی بڵێ چۆنەڵێ گەنجی من ئەی گەنجی من فتایە و فتاتی ئەمە چییە ئەمە هەستیانی بەرزەوە کرد ینی هەستیان ڕابگرن. دووەمین شت پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم کۆیلەکان براتانم تۆ ئەگەر براکەت لات بێ لە بندەست بێ حتمەن کەی خۆت نانت خوارد نانێ دەیتی ئەی کەی جلوبەرگشت بۆ خۆت کڕی هەتانە برا بچکۆلەکەی بەخێوەکەیان خوشک و براکانی
خێوکردنیان کەوتۆتە ئەستۆی ئەوە ئایا بەزایعیانەدا نا قەناعتان بێ هەتا جارێ دەسێ جل بۆ خۆیگە جارێ دووسێ جل بۆ ئەوانەکە ئیدەن قورئان بە خەڵکەکەی ودوتی کۆیلەکان براتانن قەدریان بگرن خواردنتان خواردنیان بدەنێ جلوبەرگتان بۆ خۆتان کردی جلوبەرگیان دەنێ ئیشی قورسیان پێ نەکەن وهروها هاتنە مەجلیسی پێغەمبەر شەوە دانیشتن صلی الله عليه وسلم ئەمە بووە مەثار و جێی ڕەخنەی کافرەکان وتیان هەتا ئەم فەقیر و هەژار و کۆیلانە دەرنەکەی من ناینە مەجلیسەکەت وایە خوای پەروەردگار چی بە پێغەمبەر فەرموو صلی الله عليه وسلم ولا تطردي الذين بالغداة والعشي نەکەی ئەی پێغەمبەر محەممەد بە قسەی کافرەکانکی بە هەر حاڵ ئەو بوو پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم تهدیدیان نابێت کەس کۆیلە بکوژێ نابێت کەس برینداری کە نابێت کەس بەشی لە جسمی ببڕێتەوە نابێت کەس ئیهانەی کە نابێت کەس بە زینای بدا مە قۆناغی یەکەم قۆناغی دووەم سەرچاوەکانی کۆیلایەتی وشک کرد سەرچاوەکانی کۆیلایەتی لە جاهیلیە چی بوو کابرای قەرزار وایە توانی ژنەکەی بفرۆشێ ژنەکەی ئەفرۆشت کوڕەکەی ئەفرۆشت کچەکەی ئەفرۆشت یان لە قومارەی دۆڕان یانگە بنەماڵێک برسییان بۆ ئێوارە دانیشتن دەم سپێکانیان وڵی فلانە بنەماڵە مەڕ و ماڵاتیان گەلێ زۆرە حشتریان گەلێ زۆرە کورە وەڵی هیچ نییە زستانە با بڕین دینە سەریانە چونیاندایە سەریانە هەمە ڕووماڵاتەکانیان هاورد و هەم ژن و پیاوەکانشیان کرد بە کۆیلە ئەمە هەمووی چی لات حرام کرا بۆیە دینی ئیسلام ڕەحمەتە ئیستا فتوای زانەکانی ئێمە هەیە بۆ ئافرەتانی کە لە وڵاتی ئەوروپای شەرقی ئەو وڵاتە ئەوروپیانەی کە اقتصادیان ڕووخاوە ئیستا زەلامە چێ کچەکەی فرۆشێ کوڕەکەی فرۆشێ ناو جامخانە جوان دانراوە تر باڵا بەرزتەوێ باڵا نزمتەوێ قەڵەوتەوێ زەعیفتەوێ سبحان الله ئەین بزانە لەوێش مرۆڤ چەندێ بێنرخە لێرەوە فتوا زاناکان ئێمە فتوا دەڵێن حرامە کۆیلایەتی نەما ئەمە و شێوازە ئەوە ڕێگەیە کە بۆی کۆیلایەتی بگەڕێتەوە بۆی ئەو کڕین و فرۆشتنە حرامە چونکە جارێکی تر بە کۆیلەکردنی مرۆڤایەتی تایە بۆی عێراقی هەیە سەرەکی حەزی لێ بچێ و ئافرەتانە بکڕێ وەڵام حرامە بیکڕی تو بەچی ژینەکەی کڕی ئەگەر ئیسلامە ئەوە مەجاڵی تایە لەسەر شەریعەتی ئیسلام مارێکی ئەگەر کافرشە ئەمجا بپرسەوە ئایا کافری محاربە یان غێر محاربە کافری وەثەنیە وایە یان کافری کتێبە ئاسمانیەکانە هەمووی ئەحکام خۆی هەیە بۆی تۆ بتوانێ عیلاقەیەکی لەگەڵا ببەسی یان بە عیلاقەیەکی شەرعی ئەو ئافرەتە بۆ خۆت مارە بکەی بە هەر حاڵەمە قۆناغی دووەم بوو قۆناغی سێیەم خوای پەروەردگار کۆیلی کردە ناو کەفاراتەکانەوە ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة وهروها ئەوەی بەژنەکەی بڵێ وەک خوشک و دایکم وای مەبەستی تەلاق بێ دەبێ کۆیلەیەک ئازادکە وهروها ئەوەی سوێنە خوا زانیت هەڵەی عینادی نەدگرێت تەکەبوڕ نەدگرێت تۆ سوێنت خوار غەڵەتی مەڵێ بەخوا جارتر پامان ناچێتە ماڵ باوکم یان بەژنەکەت بڵێ بەخوا پاد ناچێتە ماڵ باوکت ئێتوەمان ئەمە ئەکرێت تو ژنەکە تەحریم کەی لە ماڵ باوشی ناکرێت تو هەڵەبووی وەرە پەشیمان بۆ یان دە فەقیر ناندا یان دە بە فەقیر پۆشاکە یانش کۆیلەیەک ئازادکە وهروها ناویان چۆ نیزامی زەکاتەوە وفي الرقاب لهاش صنفكي كان كويلكانا وهروها خواي پروردگار ردايه دەوڵەمەندەکان کە ئەگەر کۆیلەیەکتان هەیە ئێوە بە قسط یان بە قەرز خۆی ئازاد کە مکاتەبە بکەن لەگەڵیا هەسانکاریان بۆ بکەن بە هەر حاڵ ئەمە وەک چۆن ئەڵێ تورفەیەک بوو بۆ دەرسەکە بۆی بزانن نظامی تەدەڕوج لە داوازینی ئاەتەکان چۆن بوو ئابەم شێوەیە ئەم شریعەتە بۆ ئێمە دابەزیوە چەندێک کاریگەرە ئەگەر ئەوها دابەزی باشترێن یەک جار دابەزیای و تەواو نا ئەمە باشترە وایە ئیبراهام لینکۆڵین ئەو ڕئیسە ئەمریکیە کە لە ساڵی 1860 ڕەشپێستەکانی لە کۆیلایەتی ئازاد کرد بەڵام ئەوها کۆمەلگای پەروەردە نەکرد لەسەر خۆشەویستی کۆیلا کە بڵێ براتان و قەدریان بگرن و ئیستەش لەوێ بە چاوێکی سوک سەیری ڕەشپێستەکانەکرێ لە ئەمریکا وایە پارەکە بوویان پێرارەکە بوو لەسەر کوشتنی ڕەشپێستێک چی لە وڵاتە هات چەندین مرکزی شورتە سوتێنرا چکە شورتەکان کوشتیان بەنەحەق هەتا ئیستا لەوێ بە چاوێکی سوک سەیری ڕەشپێستەکانەکرێ بەڵام سەیریکەن خوای پەروەردگار چەندی خوایەکی حەکیمە دینی ئیسلام چەندێ بە حیکمەتەوە دابەزیوە چەندێ بە ڕەحمەوە پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم چەندێ پیاوێکی دڵسۆز و خەمخۆر بووە چەندێ پیاوێکی ملۆڤان و میهرەبان بووە کە چۆن ئەم شریعەتەی تەطبیق کرد چۆن خوای لە خۆی ڕازی کرد و هەروەها بۆ مای خێر و بەرەکەتش بۆ مرۆڤایەتی إذن تيجيش تدرج للتشريع وهروها في بيان الحدود والأحكام شنو إسفاديه بكاتي كقرآن ببشبشي دابزي باش بوي عليه إذ هو أدعى إلى القبول بشوارمين حكمة
يعني كاتك كبدرود شريعة إسلام دابزي آيات كان قرآن دابزي أو باشترى بويك قبول كراو بها يعني إذ هو أدعى إلى القبول بنوس اللباني أو باشترى بويك جي قبول به وقبول كراو به، بخلاف ما لو نزلت الأحكام جملة واحدة فقد ينفر من قبوله كثير من الناس. أو خلق أو بأساني وبخوشي وري ناقد أبو ما ينفرت خلق نفوري ليك لكثرة ما فيه من الفرائض والنواهي. چونك إمل الإسلام دا كمال آيات مان هي باسي يعني آيات أحكام زورة شون حديث أحكام مان هي آيات أحكام يعني شي آيات أحكام وآياتاني كحكم لسر بنيادن ري يتر بحرام كردن به ينبا فرمان كردن به ينبا حلال كردن به تيجيشتن. قالت عائشة إنما نزل أول ما نزل منه أي من القرآن سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار. مفصل يعني شيء وجود الفواصل فيها أبهنكي زورة فاصلة كان فاصلي زورة بوي عليه شيء عليه دايك عائشة فرمي إنما نزل أول ما نزل منه أي من القرآن سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام. من دايك عائشة فرمي يكم جاء أو آياتان دابزي أو سورتان دابزي أجر مبستي سورة اقرأ به زياتر بو جزء سي دابزي يعني لبيشي هم آيات كانوا سورة كان جزء سي دابزي بو زياتر كاري قريب وضلي خلق كهبو چوك أما لما كزياتر أم آياتان دابزي لوي زياتر أم آياتان باسي چي أنا كرت باسي جهنمو باسي بهشتي أنا كرت يعني هم تهديد بو كافر كان ضليان يترسان ضليان يلرزان كباسي جهنم مكرا وايا يعني أو آياتاني سورتي أو آياتاني جزئي سي زور كاري قرن ها يعني كاتي كباسي بهشت كراو تماح وترغيب يتيابو بو بهشت كخلقك ضلي قايم بو لما كرزقاري عمو أمجا زياتر آياتي أحكام لشو دابزي ها لما دينا زياتر متمثل بكام سورة وكام سورة بقرة وآل عمران قدو سورة بزورترين آيات أحكامي تاعي خاصة سورة بقرة چونك بو تواو دولة درز بو خلقك همو إسلام إذن بيوسي بچي هي بيوسي بري خستني جيان يعني هي بيوسي بري خستني جيان يعني هي دوني أندام برلمانك لا يكيق لا أندام برلمانكاني كردستان نسيبوي دين علاقتي بسياسة ونية قصي غلطة ها السياسي الشرعي بشي شي بهيزة سياسي الشرعي بشي شي بهيزة للإسلام كوالين يعني أين إسلام نطني ولاد بريت الريوة هلان برا جوانترين نظامي بحكمراني دانا وخواي پروردگار بلام خلقك جاهلة لو بابتوها كمتمثلة بالسياسي الشرعي سياسي شرعي واتا چونيتي بري وبردني ولاد آية پیغمبر صلى الله عليه وسلم لقاها هرچوار هاوريكي بباشترين شيوه ولاد يان برد الريوة يانا يبتشين يك بديان الريوة بكيف عقلي خويا بو يا نظامك وبيروي كبو لسري رويشن ها أو نظام تيبيوترين نظام الحكم في الإسلام نظام الحكم في الإسلام بهر حال ما بس من تشيده يعني إسلام كاملة نكهربنا وبازار نكهربنا ومزجوت كان نكهربنا ومالا كان بقرب وبردنا الريوي يعني كبرو لو كتباني كباسي بري وبردني دولتك على الإسلام شونيتي جيرانتي لقى دولتك كان دراوسي شونيتي علاقات بستن لقى كافري محاربة يعني لقى كافري غير محارب شون تعاملك إيه لقى يعني همي نسراوتوا بلام خلقك بداخوا چونك إيمة جهل هي بتعاليم دين الإسلام خلق لمشتانا نازانه بهر حال بين السردر سيشيتر مقدار النازل من القرآن في كل مرة شن يك دابزي ولا قرآن يعني مالي القرآن دابزي ويسي هاتي نسر دابزيني قرآن مفرقا منجما مفرقا ببشبشي شن يك دابزي هتاباز وش كراوة ابن عباس شفر عليه أنزل القرآن إلى السماء الدنيا جملة واحدة وهيج ثم أنزل إلى الأرض نجوما 3 آيات و5 آيات وأقل وأكثر فقال فلا أقسم بمواقع النجوم أما يكيك لتفسير ابن عباس ها أجينا بشي لمفسرين كبقريت آياتي حفتة وبينزل لسورة واقعة فلا أقسم بمواقع النجوم الأخوة يقول قال لي شوين بتيخوا بشوين استيركان شو كشوين استيركان ثابت نية بو شويني فيها أخوة يقول بو يد صلاة داريتي خوي ما بو دربره كخوايك أونا بدا صلاة إمرؤ مستيري ليري بو باني لشويني شترا بو باني لشويني شترا
چی ئەوها گڕێدا چی سوڕێنێ ها هیچ قوتێکی زل هەیە هیچ معمەلێک هیچ خاوەندە سەڵاتێک لەسەر زەوی بۆ هەیە ئەتوانێ ئەو سێرانە بسوڕێنێ نا ئیدەن دەبێ یەکێکی خوایەکی زۆر عەظیم و خاوەن قودرەت بێ ئەویش چێیە رب العالمين أما تفسيرك يتري ابن عباس كسويني بيا وأخوة كتفسيرك فلا أقسم بمواقع النجوم ما بس شيء ما بس دابزيني قرآن نجوما يا منجما يعني دابزيني قرآن ببشبشي تيجي نسام آيات تفسيرية دو تفسيرها وقال السيوطي الذي استقرئ من الأحاديث الصحيحة وغيرها أن القرآن كان ينزل بحسب الحاجة 5 آيات و10 وأكثر وأقل وقد صح نزول العشر آيات في قصة الإفك جملة أما إمامي السيوطي وثمانيك لو إمام دزبالايانيك لها علومي قرآن زور دزبالابو خاون علمي شي ريكو بيكو بتوانابو شي إمامي سيوطي أنا هنيك شلي السيوطي ما هر حال ليرى والله أعلم عليه السيوطي إمامي السيوطي الله بينج آيات دابزي وبي حديث كان بي استقراء يعني شي بدوا داشون الله وي بدوا داشون بو حديث كاني دابزيني قرآن بك أبوي دركي كقرآن بينج آيات دابزيوه دا آيات دابزيوه كم تر دا زياتر أو حادثي إفكك بختيانك بو دايك عائشة أو دا آياتا أو حديثي صحيحي هر دا آياتك دابزي بو باكو بيقردي عائشة بو دفاع كردن عائشة هر دي بيكوتها بزي وهروها دا آياتي يكمي سورة مؤمنون وصح نزول 10 آيات من أول المؤمنين جملة وهروها وصح نزول غير أولي الضرر وحدها عوش كلمة بتنيا دابزي وهروها من الفجر أو دو كلمات بلقاها بتنيا دابزي إذن دابزيني قرآن شرط نية زور بي وشرط نية كم بي وتمان ببي چي دابزيوه بي ويزابزي من الفجر بود ابزي يلا يو چن سال من رمضان بروجوبن چن سال من رمضان بروجوبن هادي يقلي وزور ونيا بو دو كلمه دابزي بس من الفجر لبروي في صلى الله عليه وسلم ككاتي او اياتي بخلق راقيان حتى يتبين لكم الخيط الاسود من الخيط الابيض نهار او دابزي كابرايك شو خطيك الرش وخطيك يسوي بن سريدانا إباني أو لناو لجورو بهر وعيسي ليك كان كاتو ليش هينكر أو إذاني أجا خط أو دو خطت ليك وكر بمعنى كاتي فجر هاتو تكايوا شو لا بيغمس صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أري من وخريب ونيجش بكان خلق نيش فجر شي كمان أو دو ختم هربو أو دو بتم بو ليك نكرعيو أو بيغمس صلى الله عليه وسلم ما بس دونيا ما بس فجر أنجا أو دو كلمة دعوة من الفجر حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر أحسنتم ما بس من الشيء ده هر كاتك قرآن دا بزيبه ببي داويستي خلقك ياخد بو غلام دانوي برسيارك يعني بو نهشتني إشكالك قرآن دا بزي وهروها كما صح نزول بعض السور كاملة كالفاتحة والمعوذتين والكوثر وأغلب السور نزل مفرقا سورة ما هي بكامل دابزي سورة فاتحة وهروها معوذتين كوثر أمانة بكامل دابزي وقد ترتب على تفرق نزول آيات القرآن وسوره على مدار 23 سنة واختلاف أحوال النزول الزمانية والمكانية استنباط عدد من أنواع علوم القرآن المتعلقة بالنزول أبرزها أول ما نزل وآخر ما نزل والمكي والمدني وهو المتعلق بزمان النزول ومكانه وأسباب النزول وهي المتعلقة بأحداث ووقائع النزول وإليك بيانها في المباحث التالية قال كوابو ما دا القرآن دا بزينك يبو بيستوسي سال تاخير بو زانيان چيان كرت استنباطي كان علمي كان كل علوم القرآن يكي لو علمانا چيا أو آياتانا چين لبيشين دابزين وهني سورة شيء كمان سورة كبيشتر سورة كاينتر دابزين أما علمي كان وهروها مكي ومدني كامية وآياتانا كمان لمكة دابزين شو كلمة دابزين معناه بيت ضابط بوي چيا بيش هجرة هر آياتي بيش هجرة دابزي بي أقل دروي مكش بهر شي بيوتري مكي هر آياتي كش دواي هجرة دابزي بي أقل خارجي مدينة بهر بيوتري شي مدني
وهرو أسباب النزولش. بين درسي السيم أول ما نزل من القرآن وآخره. إذن أول ما نزل من القرآن يكايش ما نخن اي باش. أول ما نزل من القرآن يعني أول نزول للقرآن كان في غار حراء، وأول ما نزل منه على الإطلاق والآيات الخمس الأولى من سورة العلق. إذن يكم بشكل قرآن دا بزيبه على الاتفاق بينج آياتي يكم لسورة علق باش. حديث كده نتوى دايك عائشة عليه من حديث عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصادقة في النوم. عليه كم بش لبيغمراتيك بيغمر صلى الله عليه وسلم وابو خوي بيني كالخويا خواي بالوردار فرماني بيكرد يعني وحي بويدا أبزي، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. مثل فلق الصبح خد بدنا بنيا يعني لخويا اشتكاني أو نبروني بي أو تراوك وابو كاتيك بخبر بي وبتشاو خوي بيبيني وك روجي ما تشالنجي وك روشناي الروج وكو روجي روناك بو. أحسنتم. وكو روجي روناك مسائل كان واضح بو كاتيك لخويا كاروباري بيغمرايتي بي أو ترا بيلي موين تيجيشتن ماش أو بو هتا أخوار أو حديث كاخي النوا ما بس لم حديثة أوني أو بمر رابقيني كأم بينج آية دابزي. اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. إذن يكم بش لقرآن دابزي كامية أم بينج آياتيه أقوتي بلقا أم حديثيه أم حديث جواني خير نوا ضبطي كان خير نوا كي باشا بريزة كان آخر ما نزل من القرآن الكريم. آخر بش دابا زيبي لقرآن مبارك بزان الصحيفي سيجوار لبان وبنسون أما الآيات رقم يكشي لدا كالين آخر بش دابا زيبي أقر ما بس آيات بي بعض العلماء فرمن أم آياتي يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذاروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. بشي للزانايان جمع آياتها هتا هتا أو كتاي أو واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. باعتبار أما هموي بيكوية لو صحيفية لا أم آيات أنا هموي دواب دواي أم آيات دي يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. إذن بشي لزانايان الله ما آخر آيات داب الزيوة كم آيات أو آياتي كباس واقع خواي بالوردار دوام لك واز للربا خوري بيني بشي تريان وتيان وقيلة أما رأي دوام لا وتيان آياتكي كلالا آخر آيات لسورة النساء يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. قل الله يفتيكم في الكلالة. كلالة شيء كلالة أو كسية بمري نأصل وارثي هي نفرع وارث ندعيكو باوشي هي نمن عليه بس خشكو براهي أو كسبي ودريشي كلالة بشي لزانا لنا أم آخر آية القرآن دا بزيوة بهر حار دعي شيء الله والذي عليه كثير من أهل العلم أن آخر ما نزل من القرآن مطلقا. أما ينزوريني الرأي كان قال أما يسيما أما آخر آية القرآن دا بزيبي أم آياتي سورة بقرة دوسط واشتاويك واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وظهر أنه لا خلاف بين هذا القول والقول الأول. أما ناكاتك شيء لقوا أوانيك علين آياتكي الربا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا بوتمان لبروي أم آياتي دوسط واشتاويك لدواء أو آيات وديه بينيان زور نية باشا بريزة كانم شكو آياتان الرقم شنا دوسط وحفتاوهاشت أتا هشتا أما هشتاويك لدواء أوان وديه بالي. وأما القول بأنها آية الكلالة وقول أمدانو يقول زناني وتأن آخر آية للسورة نساء أو آخر آية نك آية سورة بقرة وتأن نخر أو ما بس أو أما آخر آية كدرباري أحكام مواريث بأم آيته يعني كوتا آيات درباري أحكام مواريث كم آية دابزي وأم آيتي سورة نساء آيتي سطو حفتا وشاش. أما بالنسبة آية كانوا والله أعلم رأي راجح كم آية آخر آية دابزي به
أحسنتم أو زوريني علماء لقالوا رأيا آخر آيات القرآن دا بزيب وآياته. أما بالنسبة السورة كانوا كتائب درس كبيرين كذلك اختلف في آخر ما نزل من السور فقيل سورة التوبة باش لزانيان لن كتا سورة وك سورة لصدو شوار سورة دا بزيب سورة التوبة كما في حديث البراء السابق، لكن الراجح ما رواه مسلم عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال لي ابن عباس إن تعلموا جاخوي سياق الحديث هل تعلموا جاوب شيء ليه تعلموا آخر سورة نزلت من القرآن نزلت جميعا؟ قلت نعم إذا جاء نصر الله والفتح. قال صدقت. ودي آية آخر سورة زاني كم سورة آخر سورة دابزي إلى القرآن المبارك وتي بالي ودي سورتك ودي سورة فتح ودي بالي طوا وصدقت. ففيه تصريح بأن المراد آخر سورة كاملة نزلت بخلاف سورة التوبة التي فيها آيات كثيرة نزلت قبل عام وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. والله أعلم. أمدو رأيت شون جمعك مؤلفة كان ألين بلي آخر سورة ببيك وقشي دا بزيبه سورة شيء سورة فتح. إذا جاءت كم سورة عفوا سورة نصر. أما وقت چند آیتێک لە سوورەتی تەوبە دابەزی بێ پێش مردنی پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم، یان ئەگەر کۆمەڵ ئاەتێک دابەزی بێ لە پێش مردنەکەی ئاەتەکانی سوورەتی تەوبەیە. ئەوان جەمعەکە لەبین هەردوو ڕأیەکە. ئیدەن بە پێم کتابە بێ ئاخری سوورەتەکان دابەزی بێ خلاف لە بین کام سوورەت و کام سوورەتە تەوبە و نەسر. ئەحسەنتم بارك الله فيكم. کەس پرسیاری هەیە؟ قينا بلام رأي راجح أو آياتي 208 إلى سورة بقرة بله. أزاد يعني كي بله. نا أو بقريتو إما دبيدان بودا بنين كويلن آيوانا كويلن. باوچی فروش سل رحمه ما چه شيء بو كبره هدوم نالك يفروشت آية بفروشتني أو أكلين بكويلة يشيلين كورا كاريتو كي حرامة يجوامك خلقي ريبيدان بخويان بوي كم نالكان يام بفروشن يا جنكان يام بفروشن أما ناكات أو أما بكويلة كردنيان ناب بو كرين فروشنا نابنا كويلة الإسلام دا يك حالتك ماوا بكويلة كردني مروفا كان إلا لميداني جنگ لقى كافري محاربة بيانجريد إلا أو ماوا حكمتش لو شيء شو ملحدة كان زورا ورخنا يقري لا إسلام ومسلمانان يعني على إسلام بس خريكي بكويلة كردني مروفا كان نخير إمالين بلا إلا لقل كافري محاربة كنايكوجي أتكوجي كزور قيل أخوايا والعياذ بالله زور قيل بيغمر محمد شيء بإسلام هالنايا نايكوجي دي أتكوجي أو دائما لبيلان داي لشر داي لقتو بله أوانا مستحقا شو كبي قبولني بكويلة إخوة بوي إخوة يبرورجار تنانت أو ريدانا وتو ما داو رازيني بكويلة إخوة مستحقا بكويلة